لو عايز الكنافة بالقشطة مظبوطة من أول مرة، ركز معايا أوريك الطريقة خطوة خطوة. أول حاجة هجيب الكنافة حوالي نص كيلو وابتدي أقطعها بالشكل ده، وبعد كده هحطها على نار متوسطة لمدة 3 أو 4 دقايق مع كوباية إلا ربع من السمنة أو الزبدة. مش هسيبه يتحمص، هو بس مجرد 3 4 دقايق بالكتير. وبعد كده هجيب صينية وابتدي احط نص الكمية اللي عندي وابتدي ادوس عليها بايدي بالشكل ده. وبعد كده عندي قشطة الحلويات، اللي عايز طريقتها هسيبها لكم في رابط اسفل الفيديو. هبتدي افردها على الكنافة بالشكل متساوي بالشكل ده، وبعد كده هبتدي احط الطبقة التانية من الكنافة واضغط عليها ضغطة خفيفة كده بس. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. ولما بتخرج هبتدي احط عليها الشربات، برضه هسيب لكم طريقته في رابط اسفل الفيديو. ومستني تعليقاتكم وتجربوا الوصفة وتقولولي عجبتكم ولا لأ، وياريت تشتركوا في القناة ولايك للفيديو.